يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ظهرت معاكم لتاني مرة. حطوا اللايك بقى عشان ظهوري في القناة. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلى يا جماعة بالصلاة على الرسول، بتنحل وتنفك العقد على طول. انا طبعا اهو ماشية في طريقي في اسكندرية، تمام كده. ده يوم من ايامي في اسكندرية. كنا عايزين نسهر، نروح مكان نسهر فيه. ما لقيتش احلى من المكان اللي انا رايحاه وهو المعموره. احنا بنحب نروح المعموره كل يوم في اسكندريه، تمام. رحنا قعدنا، بس اليوم ده البحر كان عالي جدا وكان في مشكله في الشواطئ، وكان الشواطئ اغلقوها لمده 3 ايام. طبعا اشتريت زلابيا، احلى زلابيا باكلها من المعموره. زلابيا شوكليت وزلابيا بالسكر، تحفة خطيرة. حطوا اللايك بقى عشان الزلابيا. زي ما انتم شايفين ارتفاع الموج، كنا متضايقين قوي واحنا قاعدين لان كان اليوم ده صعب قوي. المية كانت مغرقانا وكانت كل شوية بتعلى بتعلى وبتزيد لغاية انها وصلت لغاية باب دخول الشاطئ، تخيلوا. المهم طلبنا ام علي بالفواكه وام علي بالمكسرات، بتيجي سخنة وتحفة وخطيرة وتجنن. طبعا انا كنت نسيت وقعدت اكل في ام علي بالمكسرات بتاعتي. وبعدين افتكرت ان انا لازم اصور لكم ام فواكه دي. كلتها المرة اللي فاتت في السهرة اللي فاتت، دي بقى كانت سهرتي في المعمورة. قعدنا بقى وكنا متضايقين من وجود المية، بس بعدنا لاخر الشاطئ. وانا بحب اعيش الجو في المعمورة، يعني بص، بفصل بجد والله يا جماعة. بعد ما خدت سهرتي بقى وقعدنا لغاية الساعة 4 الفجر كده، عايزين نتعشى. فروحنا جبنا فراخ من فراخ البركة، ده موجود في اسكندرية، بتهيألي بعد جليم او قبل جليم حاجة زي كده. يعني جبنا رز زي ما انتم شايفين بالفراخ، وجبنا الفراخ ستريبس، التتبيلة بتاعتها تحفة، كانت خطيرة. كان يوم جميل قوي قوي قوي، وبجد جربوا فراخ البركة لانها تحفة وهتعجبكم جدا جدا، وكمان مش مكلفة قوي، يعني رخيصة. معاها بطاطس ومعاها 10 قطع، وكانت خطيرة وكان يوم جميل.